في الجو الساقع بتاع الأيام دي بقى مفيش أحلى من صينية كيك الذرة ممكن تعمليها. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض كيكة البسيسة الأصلية بطعم وريحة زمان، وأقولك إزاي كمان تطلع معاكي مظبوطة وطرية ومن غير كمان ما تشرقك. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الفيديو بتاعنا. هنسمي الله، وهجيب بولة وهضيف فيها 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف عليهم كوباية من السكر، وعليهم كمان ظرفين من الفانيليا. أنا هنا مستخدمة كوباية المية اللي هي الشوب الطويل، وبنفس الكوباية هعاير باقي المقادير. انا هنا هستخدم المضرب الكهربائي، لو مفيش مضرب كهربائي تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي اللي موجود عندك استخدميه. هضرب الخليط بتاعي لحد ما يغير لونه ويدي معايا فوليوم كده ويبقى ناعم ولونه فاتح بالشكل ده، سواء بالخلاط او بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي. بعد ما وصل معايا الخليط بالشكل ده، معايا كوباية الا ربع من الزيت هنزل بيها سرسوب رفيع كده وانا بضرب بالشكل ده. تمام. بعد ما خلطت الزيت مع البيض والسكر كويس قوي، معايا نص كوباية من الحليب ونص كوباية من عصير البرتقال. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، والخل بيخلي الكيكة طرية وكمان هشة. هضربهم بقى ضربة خفيفة، مش عايزة اضربهم هنا كتير، انا بس عايزاهم يختلطوا مع بعض. هركن الخليط ده على جنب، وهجيب بقى بولة تانية وفيها مصفى، ومعايا هنا كوباية وربع من دقيق الذرة الأصفر. هنخل الدقيق ده كويس جدا زي ما انت شايفة قدامك. هتلاقي دلوقتي طلع منه شوية كده من الشوائب. الشوائب دي بقى هي اللي بتخليكي تشرقي لما تاكلي هريسة الذرة، ولكن لما تنخليه كده بتطلع ناعمة وجميلة. هضيف عليهم كمان كوباية وربع من الدقيق الأبيض، وعليهم كيس من البيكنج باودر، وهنخلهم برضو كويس جدا. يبقى كوباية وربع من الدقيق الأصفر عليهم كوباية وربع من الدقيق الأبيض، وهضيف عليهم رشة كده من الملح. هخلط الخليط الجاف كويس قوي مع بعضه بالشكل ده، وهجيب بقى الخليط السائل وهنزل بخليط الدقيق واحدة واحدة، مش هنزل بيه كله مرة واحدة، يعني نزلت بشوية وهبدأ ان انا اقلب، والتقليب بتاعك يكون على اتجاه واحد لحد ما يختفي الخليط. بعد ما يختفي هنزل بشوية كمان، وهبدأ ان انا اخلط لحد ما يختفي ويبقى معايا خليط ناعم خالص بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي قدامك ده. هجيب ربع كوباية مية مغلية تكون بتغلي كويس قوي، وهنزل بيها على خليط الكيك، وهبدأ ان انا اقلبها بسرعة. ليه كوباية مية مغلية؟ علشان بتطلع الكيكة معاكي طرية ونافشة وكمان مش مكتومة. لو لقيتي الخليط خفيف تقدري تضيفي شوية من الدقيق الأبيض على الدقيق الأصفر وتظبطي الخليط بتاعك. جبت سباتيولا كده ولميت الجوانب بتاعة الكيكة، وجبت قالب معايا يكون حجم وسط، دهنته بس دهنة بسيطة من الزيت، وهنزل بخليط الكيك في القالب. طبعا هنا أنا مشغلة الفرن من بداية ما بدأت في الكيك على درجة حرارة متوسطة. هحطها على الرف اللي في النص، مش هتفتحي عليها قبل 30 دقيقة، هي بتاخد بالظبط نص ساعة في الفرن وبتطلع معاكي بالشكل ده. عايزة اقولك على معلومة مهمة بقى في تسوية الكيك، ما تفتحيش طبعا باب الفرن خالص وانتي يعني طول ما الكيكة بتستوي باب الفرن مش هتفتحيه ابدا. وبعد ما تتأكدي ان الكيكة بتاعتك استوت هتطفي الفرن بتاعك، وهتفتحي باب الفرن وتسيبي الصينية جوه كده لمدة دقيقتين 3، وبعد كده تطلعيها. ما تطلعيش صينية الكيكة من الفرن على طول على الجو البارد، خليها في الفرن شوية وهو مطفي، وبعد كده طلعيها. شوفوا لي بقى جمال الكيكة ولونها ولا ريحتها. انا يعني عايزة اقول لكم لو تشموا ريحتها يا جماعة كانت قلب البيت بجد من جمالها. خطيرة بجد وتحفة وطرية وناعمة، وعايزة اقولك بتدوب كده في البق بجد وانتي بتاكليها مع كوباية شاي بلبن كده بقى او كوباية نسكافيه. وهو مش عايزة اقول لكم بقى خطيرة يا جماعة. هستنى بقى تجربوها وتقولي رأيكم فيها، وكنت معاكم نور، وباي باي.